قبل ما نبتدي كده نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبايبي، يعني كده رحت السوق وجيت استوقت النهارده. التسويقه بتاعتي هتقعد عندي ايه الاسبوع كله بقى، لغايه اخر الاسبوع. ما احنا عشان ايه بنقبض وما هي بتروح في سنه، هنشوف حياتنا احسن، دينا معانا هنا احسن. شايفين السمكه دي؟ مش عارفه اسمها ايه، مكرونه مرجان، انا ما اعرفش، بس هي جميله. كنت بجيبها زمان دي ب25 جنيه زمان وب20. ماشي. اخر مره كنت جايباها ب35 قبل ما تغلى، دلوقتي ب75 جايباها بالعافيه. ده كيلو هنعمله مع بعض ان شاء الله باذن الله. باذن الله كده زي ما تتدخل هنحطه في الفريزر، نعمله بكره او بعد. نعمله وقت ما نعمله بقى، هو ايه هيداني في الفريزر لغايه ما نعمله. دي السمك يا حبايبي. ماشي. انحت باي. جبت فلفل من ده عشان انا بحب اعمله هرسه شطه، بموت في هرسه الشطه، بعملها واركنها كده في الفريزر. هو والله لو كيلو عسل اهو. شفتوا الفلفل جميل. جبت كيلو وربع، يعني هو ب20، او اديت كيلو ربع بال20. ماشي. دي كيلو طماطم اهي ب25. طماطم عشان 25. بصوا عشان انا احطها في الدرج كيلو طماطم اهو معاكم اهو 25. دي بقى طماطم يا حبايبي، الاتنين كيلو ب25. دي بقى هنعملها صلصة فيها ناشفة، اخدها بردك بس حلوة. الواحد لازم يدبر حاله كده عشان الغلا اللي احنا فيه ده. احنا في غلا ايه، الدرج واحد ضربنا مش في حاجة خالص من اول الشهر والله. المفروض يبقى فيه قبضية كده، مش في عندي لا قبض ولا هم وقرنين شطة في الدرج. دول عندي قدام اهو. همسح الدرج بقى يا حبايبي. شوفوني بقى هعمل حاجتي. الطماطم دي هعملها صلصة بس في اي يوم. بكرة وانا قاعدة فاضية. النهارده كده السبت ومش فاضية اول اسبوع. الطماطم اهي. ده نص كيلو فول، نص كيلو ليمون. معلش اتلخبطت، انا اسفه، لسه على الصبح لسه مش فطار، لسه جايه من السوق والله. دي نص كيلو ليمون 5 جنيه. نص كيلو ليمون دي الدرجة كده خلاص. نحط في التلاجة كده بالطماطم بالليمون. شفتوا الشطه اللي جايباها دي انا هعملها ايه معاكم ان شاء الله. حدينا بقى هنا بيبقوا في ناس قاعدين بقى بيقولوا الحد دي ارخص من دفاكين شويه. دي فول يعني مش البلدي اللي زي كنت تاني دمساه، لا انا بحب الفول دي موت، من زمان عماله ادور عليه بس المحلات بيبقى اسود. انا هفتح كده معاكم وبعدين بعرضه اهو. دي هعمل دي بموت فيه، دي في الدنيسه دي بيبقى عسل في الفول المدموس، يعني بيبقى جميل جوه في الفول المدموس. وده حبايبي هيتغسل وهيتنضف كده ويتبل ونعمل نابت. هحاول اعمله بقى ايه من بالليل عشان هعملكم نابت ان شاء الله عشان بحب اعمله. وجبت نص كيلو بسمتي، حضرنا في المحلات ب80 85، جبته ب70، جبت نص كيلو اهو اللي بعمل لكم ايه كبسه ان شاء الله. وجبت نص كيلو شعريه حبايبي. شفت البيت اصلا دي الشعريه ودي رز البسمتي. انا اسفه. صباحكم فل ان شاء الله يا احلى مشاهدين في الدنيا. ماشي يا حبايبي. دول كده جبت محمد الحمد لله خلصنا منهم عشان انا مش بحب انزل كتير بتعب. وشوف الفلفل ده مع واحده بتبيعه في اللاحه، بص الله الوكيل، يعني تشوفوه يقولوا عليه فلفل الوان. شفت الفلفل الالوان بيبقى اخضر واصفر واحمر اهو، دي زيه اهو. كام جالت لي ب15 مش ب10، جالت لي لا خدي كيلو الا ربع بال10 جايبين اهو. دي بقى عندي هنا فلفل حار اضرب في بعض كده الله الوكيل جايبين اهو. وفي بعد واحده كده يعني المحشي حلوه جميله، هلا المحشي جميله. الحكايه بتمشي والله يا جماعه، والله بتمشي والحمد لله نعمه والحمد لله. دي كيلو فول ب5 جنيه. يعني معلش انا بقول لك لسه نايمه والله العظيم، لسه نايمه على روحي. دي نص كيلو يا خفتي يعني. دي كيلو ليمون ب5 جنيه، غير ده ب5، ده كان نص كيلو ب5، ده كيلو ب5. دي بقى ليا يا حبايبي للسمك. دي حلوه دي. انا عندي هفضي كل حاجه في العلب دلوقتي قدامكم عشان مش هكتر عليكم يعني الموضوع. الكوسه في السوق ب25 وب20، جبتها من واحده ب15 جميل. كيلو نحشيه نطبخه اي حاجه جميله والله. تخيل على الواحده تدينا الحاجه ب15 تقول لا هو ب20. كيلو ونص جافه اهو جميل. جافه دي سكر جايبه استلفت منها كيلو، جبت المره كيلو ونص. ماشي. الكيلو ب20 من الجافه ده على فكره.
ودي بطاطا عشان نعمل معاكم ايه الباقي اللي هي كريم كراميل او كاستر بالبطاطا. لسه اكلها تاني وعيالي لسه، والعيال عايزينها وعيال ابني عايزينها. دي نص كيلو خيار على قدنا كده للسلطه. جبت نص كيلو 7 جنيه ونص، كيلو 15. شفت التسويقه اللي جبتها؟ الحمد لله. ورضا على كده. نعين السمك في التلاجة بقى في الفريزر، وهنفضي معاكم الحاجه هي حبايب. ماشي. شوفوا الفلفل هيداني هنا كده زي الفل، هيداني هنا كده. وادي الكوسه افضيها هنا كده. ايه رايكم؟ هحطهم في التلاجة بدل ما احط اكياس في التلاجة كده احسن. هادي دي هنا، دول نحطهم هنا كده. دول اللون اهو عشان يتهوى، وده خيلاني على كده وخلاص. احطهم في التلاجة كده يا حبايبي. لا البطاطا بقى هنشيلها، الفلفل خليه زي ما هو في الكيس عشان خاطر ايه مش يعمل مني. دي عينها جوه حبيبتي. دي ايه خيار. الخيار عادي هنحط دول هنا كده ونحط خير معاهم خلاص. حلو والله. كيلو كوسه ب15 حلو جميل. هنعمل ايه؟ هنمشي روحنا يا حبايبي. وده نص كيلو خيار، مش بكتب عليكم يعني. لقيت الحكايه خلاص خلصت، فقلت لا كفايه نص كيلو خيار. وركبت التوك توك وجيت. الحمد لله رضا على كده. رضا والله العظيم نعم يا رب. وهي حبايبي هنعمل في التلاجة كده زي ما هو. ماشي. هنفضل كده هنفضل عليهم اللي هما اللي قدام دول بس. الشطة دي نار، عشان كده جبت فلفل مش حار يكون بارد عشان خاطر ايه يموت. نحطهم في التلاجة. دول ينفعوني اصور اي حاجة كل طول الاسبوع الاقي فريحي الحاجة في ايديا. والسمك دي نعملها بعد بكرة. ديت هنحطها في طبق دراسة ونغسلها الجوافة دي. يلا حبايبي. شفتوا حبايبي حاجتي اللي جبتها النهارده ان شاء الله. هنفطر انا الاموره اللي عندي دي بنت بنتي، وهنفطر وكده. ونشوف بقى نعمل ماكرو ونخلي حبه زيتون ليمون كده بالعصفر. نفسي اعمل الليمون بالعصفر اوريكم بقى بعمله ازاي. سلام يا احلى مشاهدين في الدنيا. مش انتوا اللايك والاشتراك عشان اوريكم الليمون المعصفر. ماشي يا حبايبي. انا غسلته غسله حلوه. الله. شايب القرنفل بموت فيه لانه نعناع على قرنفل. بصوا يا حبايبي شفتوا الليمونه عامله ازاي؟ الليمونه جامده ازاي وجميله حلوه عسل. انا عايزه الليمونه الكبيره الحلوه دي، مش بحب الرفيعه في المعصفر بالذات يعني. شوف الليمونه عامله ازاي جامده وجميله. بصوا يا حبايبي احنا هنفتحها كده معاكم كده علشان بقى ايه هنعمله دلوقتي. هحطه على النار. انا حاطه الميه على النار تغلي، واروح حاطاه في الميه يغلي بس غلوتين 3 كده، وهروح ايه طفي عليه. وهوريكم بقى ايه احنا هنخلي الليمون المعصفر ازاي، عشان الحبايب اللي عايزين يشوفوه ويعرفوا ازاي يعملوه. اهو يا حبايبي الليمون اهو. بصوا جاب الملوس اللي جواه عملت اهو. انا بحب الليمونه الحلوه الكبيره دي، الليمونه الناعمه الجميله دي. حطوا كده في الميه اهو معاكم اهو يا حبايبي. دول كيلو ونص، كيلو ونص ليمون. ماشي. اول ما يغلي، اول ما ابتدي يغلي يعني هروح ايه هنعدله بقى 10 دقايق. 10 دقايق غلوتين 3 وهنطفي عليه. ماشي يا حبايبي. اهو زي الفل. دول كيلو ونص ليمون هنعملهم مع بعض عشان مش نغلي جو ونهريه. هنرجع لكم تاني واحنا بنعمله مع بعض، بس اول ما يغلي بس. اهو يا حبايبي دقيقتين بس وهنطفي عليه عشان مسكت واحده لقيتها لسه نيه خالص. ماشي يا حبايبي. انا خلصت وجيت تاني. معلش انا نسيت اوريكم طريقه مع ان كنتوا عارفين يعني كل حاجه، بس يعني هوريكم بردك الطريقه اللي انا عملتها. دول ب10 جنيه عصفر ماشي من عند العطار. وحطيت معلقه ملح اصغر من دي شويه في معلقه الاكل يعني. وحطيت معلقه اسمها ايه حبه البركه.
معلش. اهي يا حبايبي هنحط الطبق اكبر. 10 جنيه عصفر بس والله، دول ب 10 جنيه. حط عليها ديت بس، ماشي. حته الفلفله الحمراء دي، ماشي يا حبايبي. اقلبها كده في بعض كده، هي الفلفل نار على فكره، الشطه الحمراء دي حاره خالص. اهي يا حبيبي هنقلبهم مع بعض يا حبايبي هم. نخلص ونسيب اهي يا حبايبي هوريكم بعدين ايه، هخلص واوريكم انا ايه برصه في البرطمان. الليمون سلق معايا اهي يا حبيبي، دي الليمون هنسلق معايا اهو. نجيب العصفر كده نحطه على بعض كده، بعدين انا بحطهم في البرطمان. هرصه معاكم في البرطمان دلوقتي بس لما اخلص. العصفر ده بيشيل المراره بتاعت الليمون وحلو يعني. انا كنت حاطه على العصفر معلقه، ماشي. انا هحط هنا ايه، دي ملح خشن، عليهم معلقه ملح ناعم. حاطط 3 كده، 3 ماشي يا حبايبي. انا عشان بالنسبه لليمون مش هعمل ايه، هحط 4 عشان بالنسبه لليمون دي عشان ايه تخلل زي الناس يبقى طعمه حلو. مش كملتها يعني، مش كملت الكوبايه يعني، مش كملت المعلقه قصدي يعني، كله 3 ونص كده. معانا عصير ليمون اهو اللي انا عملته، عصرته اهوت عشان احطه على وش البرطمان. انا بحب اصفيه كده عشان البذر دوت مش يخلي الليمون متخلي مر. معلش يا حبايبي انا بصور معاكم عشان اوريكم بس. على فكره يا حبايبي الليمون مش كفه، العصفر مش كفه، مش كفه الليمون. انا هخلي دول معاكم همت. لا انا المفروض كنت جبت ب 20 جنيه يا عصفر، ب 10 مش شويه خالص. اهم بصوا اهو، هجيب لهم عصفر 10 جنيه عصفر وهكملهم في البرطمان. بس انا هخلص معاكم عشان ايه اخلص الفيديو وابكي بس. واحط الفلفل الاحمر اللي انا هرسته معانا اهو. انا حاطه لتر ميه، لتر ميه بس انا كنت غليها من الصبح وسايباها تبرد. لازم اخلي المحلول ميه، محلول ميه لازم يكون ايه ينغلي بصوا يا حبايبي، معلقه السكر دي كده تعتبر معلقه ماشي، عشان المعلقه ديت بتاعت البرطمان صغيره. دي المحلول بتاعه ماشي. هو سهل مش صعب يعني بصراحه، هو سهل. حطيت حته فلفله حمراء اهي. شوفوا بقى يا حبايبي انا هرص الليمون اهو، الحته اللي فيها العصفر تبقى باينه لفوق. احطه كده فرح بعض اهوت. انا تعبت يا حبايبي بالله تعبت. انا العصفر مش كفه، اضطريت البس واطلع تاني حدانا جوه البلد كده اجيب. وبصوا انا جايه من بره واداني ب10 جنيه في الورقه دي، بس مش عارفه مش زي الدكه اللي انا كنت جايباها امبارح. دي حلوه ولا ايه مش عارفه، دكه خشن كده عامل زي الجش. انا حطيت حته فلفله اهي عليه اها، بصوا حته فلفله اهي ومعلقه ملح صغيره بس بقى. عشان ايه بصوا عشان اعمله كده في بعض. هوريكم دلوقتي. هحط حبه البركه حبايبي زي ما حاطين على دكه. كفايه دول؟ لا هخليهم معلقه خلاص اها، هي دي كده معلقه. ورحت والله عشان خاطر ايه حبايبنا يشوفوني انا عملت ايه بالظبط، وما رضيتش اعبي الباقي واعمل كده واكون خلصت. اللي اوريكم والله تعبت لسه جايه من بره. بصوا يا حبايبي اه، هكمل بقى البرطمان واحط قدامكم وهخلص الباقي اهو. وثلاجة حبه ليمون عشان الليمون مش كلاجته هيكفي. انا هعمل بايديا ولا اعمل بايه كده ها. البرطمان اهوت
واكمل البرطمان. حاضر اكمل حاجتي عشان اخلص بس، انا تعبانه بدي اشوف ورايا ايه، بس روح بردك جبته وجبت مش هعمل ايه، لازم اكمل اللي انا بعمله. لو هو مش هيكفي كنت جبت ب20 على بعض. بس انا حاسه العصفر ده احلى من دكه اللي هو انا جايبه، كان عامل زي الجاش ده، دي ناعم كده وحلو. بصوا يا حبايبي، خلصت اهوت الليمون كله بالعصفر، وادي الميه اهي معانا، هاي اللي هي بالشطه دي، محلول الميه اهو. هو البرطمان مش انتلى بس حلو، هو كده عسل. لتر الميه اهي يا حبايبي، لتر الميه. بعدين انا حطيت ايه، بودرة الزعفران. انا حطيت ايه، مش كملت شعره، يعني انا عملت كده كده، حطيتها على البرطمان، بس مش هقدر احطهم هنا تاني، لا انا حط مش هقدر احطه مع برطمان تاني عشان خاطر ايه، شعره حطيتها على عشان تخلي ايه الليمون زي الكهرمان كده، حلو كده، شكله حلو كده. بصوا بقى يا حبايبي هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، بس دوت بس كده فوق الوش كده، علشان ايه، لا استنى ده انا احط الزيت الاول، انا ناسيه والله معاكم، استنى احط لكم الزيت الاول واوريكم. هنحط مثلا دي كده، اه حبه الزيت دول كده، خلاص. هرص بقى دي كله كده، يحصل اي حاجه كده مش اهو. برطمان الليمون اللي بالعصفر معاك اهو زي الفل، ادي الغطا بتاعها اهو، الغطا ايه، الحمد لله. يا حبايبي خلصنا معاكم الليمون اهو، حطينا الكيس ماشي اهو اهو، هيبقى زي الفل اهوت. والليمون اهو معاكم اهوت، الليمون المعصفر الجميل دوت اهوت. ان شاء الله اسبوعين كده هنفتح عليه، بس باذن الله ممكن يعيش معانا لغايه رمضان لما يجي ان شاء الله. ماشي. هو الغطا ده غطا برطمان تاني، بس انا اشوف برطمان الغطا بتاعه فين وهحطه ان شاء الله، عشان ايه لحد انا معايا حلو زي الفل اهو. يلا بقى اشوفكم على خير كده، مش تنسوا اللايك والاشتراك، وقولوا ايه رايكم في الليمون المعصفر. سلام يا حبايبي.